من فترة كده نزلنا استفتاء رأي عن أكتر كتاب حابين نشرحه الفترة الجاية، وزي ما انتوا شايفين كده وقع الاختيار على كتاب دكتور جاي. طيب احنا قررنا العمل عليه والبدء بشرحه، بس الأول تعالوا نقول للناس اللي متعرفش محتويات الكتاب عبارة عن ايه، وايه أكتر فئة ممكن تستفيد منه. البداية مع محتويات الكتاب. الكتاب إلى جانب إنه بيقدم لك الحالات الشهيرة اللي ممكن تقابلك في العيادات زي عيادة النساء والأطفال والجلدية والرمد والبطنة والجراحة والأنف والأذن والحنجرة، إلا إنه كمان بيقدم أشهر حالات الطوارئ اللي ممكن تدخل عليك فجأة وأنت قاعد في الاستقبال أو في البيت أو حتى في الشارع، اللي لازم تاخد ليها رد فعل سريع زي طوارئ البطنة والجراحة والأطفال والسموم. برضو الكتاب مخلصش لحد هنا، بيقدم عدد كبير من الروشتات اللي ممكن تحتاجها وكيفية قراءة أشهر التحاليل زي تحليل الدم والسكر وغيرها، وكمان بيعرفك إزاي تقرأ الأشعة وتعمل رسم القلب وتقرأه. يعني من الآخر بيشمل معاك أغلب موضوعات التخصص اللي بيتكلم عنه. يعني لو هنتكلم مثلا عن الأطفال فأنت بتكون عرفت الحالات الطوارئ بتاعته والحالات العادية كمان، ده غير الروشتات اللي لازمة لكل حالة والتحاليل والأشعة الخاصة بيها. طيب لا، لو هنتنقل للنقطة التانية اللي هي الكتاب معمول لأنهي فئة، يعني هيفيد مين. هو بصراحة الكتاب يبان إنه لطلبة الامتياز أكتر عن باقي الطلبة، لكن ده مش صحيح. أي طالب خلص المواد الأكاديمي فهو هيستفيد منه. يعني لو هتبدأ رمض فأنت هتستفيد من الكتاب، ولو خلصت رمض فأنت هتستفيد من الكتاب. ده مش بينفي خالص إن الطلبة الأكاديمية مش هتستفيد منه، لأ، خدوا فكرة عنه هتستفيدوا ده لقدام. وطبعا ده هيساعد كتير لو خصوصا لو بتنزل عيادات أو هتنزل استقبال، لأنه هيعرفك إزاي تتعامل مع الحالات بأنواعها كلها. فانت بتكون خدت تجربه كده زي ما بيقولوا خياليه في دماغك ازاي المريض هيخش عليك وازاي هيشتكي، وانت ازاي هتعرف تشخص اللي عنده وكمان تعالجه. طيب، بس كده. استنونا بقى اول فيديوهاتنا، ولو ما اشتركتش في القناه اشترك وفعل الجرس عشان يجيلك تنبيه اول ما ينزل، وما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات على كل فيديو ينزل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.